السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. علوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة زي العسل. دي معلقة ملح يا حبايبي، وكيس خميرة او وفضنا او معلقة كبير. لو ما عندكيش خميرة اكياس، معلقة كبير. شوية الدقيق بتاعنا ننزلهم في المنخل الحلو الصغير ده، وهننخلهم حلو وهنعجنه. نعمل شوية عيش اسمر للجماعة اللي يعملوا دايت، والملوخية بقى والفتة والحاجات الحلوة دي. عيش بلدي اسمر بدل ما نشتريه من الفران، هنعمله في البيت. لا اله الا الله. طبعا بتلم عجينتك حلوة زي ما انت حابة، بقى العجينة معاك تلينيها زي ما انت حابة تغمزيه. انا لبستها شوي. دول حوالي نص كيلو، لا ازيد من نص كيلو، كيلو الا ربع كده دقيق. ما كترتش، بس مش محتاجين منهم ياما، عاوزينه صابح كده. طبعا استغلت الظروف، كنت كده كده مولعه الفرن، فقلت هعملهم معاك او هنقدح بيهم الفرن. جبنا الصينيه بتاعتنا الحلوه دي كده، هنفرش فيها شويه دقيق، وهنقطعه بقى كور صغيره حلوه كده على طول. اي هسيبه يخمر خمر برفع، بيرتاح العجينه كله على بعضه كده. بس هشيل العجينه بعد ما كورها كده او اقطعها ربع ساعه بس ولا تلت ساعه، مش اكتر، ربع ساعه كفايه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، وتعملوا الاحسن يا رب. طبعا بقى على حسب، ممكن تكبرها خالص، ممكن تعملها صغيرة اكبر من الليمونة بشوية، يعني عاملاها يعني في حجم البيضة كده حلو. وخدت مني العجينة حوالي كوباية ونص من المج الشاي، مج الشاي العادي اللي هو 250 ملي. لا اله الا الله. طبعا هنعملهم انا هبططهم هنا. انت لو رحت عند الفرن وسبت العجينه ترتاح عادي، تخمر حلو كده برفع، خمر برفع، بقول عليها خمر برفع، يعني ترتاح وتخمر حلو. هنقطعها كلها وهنحط عليها كيس حلو او مشمع، كيس راب من عندك او كيس من المطبخ عادي، تحط فيه العيش دهوت عادي. هتغطاه بفوطة مطبخ وهتسيبها حوالي ربع ساعة، والجو النهارده دافي وحلو زي العسل. طبعا هي ما فردتش مننا ولا عملت اي حاجه، هي رفعت شويه بس وخلاص. وهنغبسها وهنحطها في صينيه كده، نحط عليها حته قماش عشان تدفي العجينه من تحت بس، وهنعمل. اما لو حابه تروحي عند الفرن على طول وتولعي واللي هتخبزها تحطها في الفرن على طول، ده عادي. بس انا حبيت اعملهم في المطبخ وانا واقفه، عشان اما اروح اولع الفرن، ان الفرن البلدي وعليه الشمس والمكان بيبقى سخن هناك، ما اخدش وقت. نعملهم في الظل في المطبخ على الرخامه وانت واقفه كده، مش هياخدوا مننا حاجه. زي ما انتم شايفين، يعني ما ترجهاش جو ولا تطخنها جو، في الوسط المعقول. كأنه لو حابة تعملوهم بالمكنة هتعملوهم بالمكنة مطولين، بس انا قلت مش مستاهلين ان احنا نحط لهم مكنة وطبلية وحاجات من دي. لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين يا حبيبي كده، حابة تدوريها حابة تطوليها برضو بالبطاطا، وانا حاطة على الصينية بتاعتي قماشة وهنحطها عشان تدفي قعرهم شوية، وهنسيبهم برضو حوالي ربع ساعة يرتاحوا، ونروح نولعوا فرننا. على ما تسخنوا فرنك وتمسحي عرستك وتوضبيه حلو كده عشان ما يبقاش متعفر من قعره. او فتحت الشوايه، او عاوزه تعمليهم على الصاج على البوتاجاز وانت واقفه، صينيه كده على البوتاجاز وانت واقفه، مش هياخدوا حاجه. مش شرط نولع الفرن مخصوص عشان. لا اله الا الله. طبعا انا ما عملتش معاكم شويه دول كلها، هما مش ياما صحيح، بس ما حبيتش اطول معاكم الفيديو عشان ما تقولش بتلكوا ياما في الكلام او بترغي ياما.
هنحرمش منكم يا حبايبي يا رب، ويجبر خاطركم جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض، ودومكم نعمة في حياتي يا أحلى وأغلى اخواتي. طبعا انت بقى على حسب ذوقك، عاوزاه تخين شوية يطلع لين كده وتاكلي منه لين ماشي، عايزاه جابب وناشف تعملي منه فتة، تاكلي منه ملوخية، تاكلي به بامية، الحاجات الحلوة ديت بتاعت الصيف. على حسب ذوقكم يا حبايبي، وزي ما انتوا عاوزين، وانتوا كلكم ذوق، محرمش منكم يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، بحطهم طبقة احط القماشة وطبقة، ورحنا ولعنا فرننا الحلو ده كده البلدي، وزي ما انتوا شايفين كده حط 3 رغيف 4 هو ياخد يامي. بس انا محبتش اطول معاكم جو. انا حطيتهم بقى لما سخنت الفرن، طلعت دول كان اول الفرن، وحطيت الباقي كله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم وتعملوا الاحسن. شايفين الحلاوه، العيش اسمر سنه. جماعه اللي عايزين يخسوا ياكلوا منه. هو ده. هو طبعا واخد لون شويه من تحت. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه يا احلى واغلى اخوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.